صباح الخير، عاملين ايه النهارده؟ تعالوا نعمل النهارده بقى اكتر وصفة شائعة، ووصفة تقليدية شرقية مصرية أصيلة. هنعمل الكبدة الاسكندراني. طعمها جميل جدا ولذيذة خالص. هنقدر نقدمها في ربع ساعة. تعالوا نشوف المقادير. مقاديرها بسيطة جدا وسهلة قوي. بصوا، ده معايا نص كيلو كبدة اسكندراني. كبدة مش بتتغسل. بنحطها كده زي ما هي. ولو مجمدة بتبقى احسن في التقطيع، بس انا كده جايباها جاهزة من عند الراجل، ايه، متقطعة كده، ايه، عصافير او مكعبات. لو مش متقطعة وجايباها على بعضها، بنخليها مجمدة عشان ايه، نقطع، نعرف نقطعها كويس. معايا بقى 3 فلفل رومي او فلفلتين رومي، بس دول عشان صغيرين. ومعايا فلفلاية حامية، بس انا هاخد نصها عشان الولاد. و3 فصوص توم كبار مهروسين. وبصلاية. ممكن نستغنى عن البصلاية، بس انا بحبها بالبصل يعني. في ناس بيعملوها بالثوم بس، بيكتفوا بالثوم والفلفل بس والبهارات. هبتدي اقطع البصل بقى كده مكعبات. بتدي برضو طعم حلو قوي مع في السندوتشات. قطعت البصل اهو مكعبات، وبعد كده بقى هاخدها وهننزل بيها على الطاسة. هننزل بقى كمان نقطع برضو الفلفل، ونسيبه كده على جنب لغاية لما ايه، نروح نولع على البصل. هقطع الفلفل برضو شرايح او مكعبات زي ما انت حابة، كده بالشكل ده. هكمل برضو تقطيع الفلفل كله. نروح بقى على النار، وهحط بقى اهو، حطيت البصل، وهحط معلقتين او 3 كبار زيت. هنبتدي بقى نشوح البصل كده، ياخد بس لون معانا. حاسه ان هو عايز حبه زيت، فانا زودت له ايه، معلقه كمان. بصوا كده بقى دهبي اهو معانا. هنزل بقى ايه بالثوم، وهنديله برضو تشويحتين كده، نشم كده ريحه الثوم العظيمه دي. فنقوم نازلين بقى ايه بالكبده، نديها بقى ايه الصدمه الاولى. نشوحهم بس كده شويه. وجبنا بقى ننزل بالكبده اهو، زي ما انتوا شايفين كده. بس كده هنفضل بقى نقلبها. الريحة مش عايزة اقولكوا جميلة جدا. بس هنفضل بقى نقلب فيها لغاية لما ايه تستوي. احس ان هي ايه خدت صدمتها حلوة قوي. هنزل بقى ايه بعد كده بالتوابل. فلفل اسود، ده فلفل اسود. وهنزل بالكزبرة.
معلقة كزبرة، معلقة من كل حاجة. وطبعا بعد كده بالفلفل بالملح بتاعنا على حسب بقى رغبتك. ايوه. واخر بقى حاجة هنزل بقى بالايه بالفلفل الرومي، ياخد له بس تشويحة معاهم كده. وبعد كده خلاص عشان ما يبقاش يدبل معانا قوي برضه. هشوحه معاهم بس شوية كده، وكده تبقى الكبدة كده جاهزة معانا. بصوا ما يا جماعة ما خدتش معانا 10 دقايق، ربع ساعة. انا بعملها لما يكون مستعجلة ما عنديش اكل فعلى طول في السندوتشات وسلطة الطحينة، وبتبقى جاهزة في ثواني يعني. اهي كده بقى تكون جهزت معانا، شايفين زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم الريحه حلوه قوي وطعمها تحفه. عملت سلطه الطحينه جنبها. اهي كده بقت جاهزه معانا اهي. ما تنسوش بقى اللايك والشير وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله.